الأغلبية. وعندنا مشكل في الحمام، يعني حيت الحبس عامر. كتسنى النوبة ديالك حتى توصل، وإلا وصلت النوبة ديالك كتصيب الماء سخون تسالى. يعني أنا من نهار جيت وأنا كنعوم بالماء بارد، الأرض باردة. داكشي النهار ملي كتنوض مع الصباح كتصيب الظهر ديالك عوج، يعني ما تخرج من هنا حتى تصيب الظهر مشى. مازال احتياطيه مده ديال 10 شهور دابا باش شديت في شهر 10. تشديت على تهمه ديال تكوين عصابه والسرقه الموصوفه. انا واحد الدافي كنعرفو معايا، النهار اللي جيت للحبس لقيتو عامر بزاف، كنت في غرفه اخرى. تيجي نفس الفوج بزاف اكثر من هذوك اللي كانوا. الا خرجت في لابيل 20 ما كتجي تكمل حتى السيمانه، الا تقول لي صافي غنلقى باياس غنتفوه، كيدخلوا اكثر منهم، تتولي داخله 40 50 ديال العباد البشر بزاف تيجي تدخل الحبس. ومن المشكل ملي كتهضري ما عند الموظفه ما غدير ليك، حيت البايصات عامرين بزاف. يعني واخا كتهضري واخا كيهضروا علينا كتلقاي غرفه فيها 30 في لابيل 40 والبايصات غير 14 15 البايص اللي كاين. هذا هو المشكل اللي عندنا. يعني تقارنا حنا بالارض تنطلبوا حتى حنا يكونوا عندنا بايصات، حتى حنايا نتكاو حتى حنا بصيفين غنفتحوا. ما جاتش شي وحده ناعسه في البايص وواحد في الارض معذب بالبروده ومشاكل ديال الارض. اخيب مرض هو البروده ديال الارض، لا غطاء لا والو. الفراش يعني واخا كتفرشي ضروري تيبقى الظهر ملي تصبح دارك خصك تفيقي بكري باش طول الغطاء باش الاخرين اللي في النوامس يهبطوا. الطياب كلشي عندنا مخربق. النعاس ديال الارض حتى الباب. ولا بغاو الفوق اللي في البلايصه تيهبطوا خصهم يفيقونا لو كان تكون 4 الصباح باش ما تحفظش عليك، حيت ما عندهاش ملي غدوز. هذاك هو الحل الوحيد، تفيقك بلا ما تحفظ عليك تخلعك. ولا بيت المال بغا يدخلها بنادم خصك النوبه، ما توصلك النوبه على شحال. بالنسبه معنا الناس المرض ما كيخصهمش يشدوا النوبه. الناس مرضين بالسكر يعني داكشي ديال المرض ديالهم ما يمكنش يشدوا النوبه، يعني خصنا نتسناوهم حتى يدخلوا هما الاولين عاد ندخلوا حنا. المشكل عندنا عاوتاني ديال كنعسوا حدا الطابو ديال الزبل، يعني كتعمل الغرفه يعني كنفرشوا حدا الطابو ديال الزبل. المشكل الاخر اللي عندنا هي بان باش نخرجوا كنبغيو نمشيو للغرف خاويين كلشي الغرف عامرين. بحكم رئاسه الحي واخا كتوقف على هادشي، يعني واخا تيخرجوا واحد النسبه ديال الناس تتعاود تدخل فيه اكثر من اللي كانت. لافابو واحد يعني انا ناض هاد الناس هادو ديال الجيل ملي منين ناضو كيطيبوا ولا شي حاجه ولا تياكلوا ما عندناش حنا فين نجلسوا ناكلوا. ما دخلت وانا في الارض، دابا هي طالعه في 4 شهور. دخلت للحبس على اساس انني غنلقى الباياص والكواش علاش نعاس. صافي لقيت الكواش ديال الحبس كيعطيونا 3 الكواش الحبس كنضرب الارض. الروبيني عاوتاني عندنا مشكل ديال الروبيني، عندنا روبيني واحد، طواليط عليها 41 واحد. خصو يوجد ليا كاش علاش نعس مخده باياص، ماشي صيفطني الحبس باش نضرب الارض ونشد الطواليط عليها 41 واحد، نشد النوبه في الطواليط كثر من العقاب. خاص العيالات الكبار يكونوا بوحدهم والبنات الصغار بوحدهم. بحال مثلا حنا تنشدوا البياصات، تتجي مرا كبيره ما يمكنش لك تشوف مرا كبيره وتشدي انت بياص. خاصك تشدي الوضوء النهار كامل، حيت لما شديتيش الوضوء النهار كامل ما تدخليش لهاد الطواليط هادو. بحال هاد العيالات كبار مساكن تيجيو هنايا راه ما عندناش كنديروا لهم اغلبيه. تشوف ما تقدرش انت يا بنت باقا بصحتك تخلي مرا تضرب الارض وانت تنعسي في البياص. كاين اللي مرا تشرب الدواء تتنوض تتعصب معك على اقل حاجه تتبغي دابز معاك. كاين الناس ازماتي، كاين بزاف هاد الحوايج. الزحام بزاف والمشاكل، وكتصيب واحد ما كانش فيه الاعصاب بقى كيتعصب على الجو على هذا ولا الحبس راه ما تبغيش لعدوك، والكافر بالله ما تبغيلوش الحبس. اكتضاد والناس كدابز مع بعضياتها، واللي مريض ما عندك ما كيدير تنعس. هذا الشيء كيسبب اعصاب وكيسبب واخا تكون ما كتعصبش، واخا تكون بارد الاعصاب هنايا تعصب. هذاك الشيء اللي كاين. والطبيب انا ودني هذه دابا سيمانه كنسعر بالودني وكنغوت هنايا وكنبكي كيواسيوني على البنات اللي معايا. يعني شافتني الطبيبه ولا دخلت قالت لي ما نشوفكش عندي ملفات هكا. وش قلت لها شنو انا نموت؟ وبنصبقوا كانوا يخليونا ندخلوا ولا نخرجوا للطبيب حنا ولا نشوفوا شي حل. اكتضاد بزاف اكتضاد بزاف.
حنا بصح درنا مشكل برا باش جينا لهنا، ولكن كسجينات يعني راه كنظن عندنا حقوق ديالنا، واولها ان خصو يكون عندنا حمام، يكون التطبيب، يكون المسائل اللي خاصها تكون. حنا كنشكروا الناس اللي مسؤولين علينا هنايا، بالنسبه للمدير ولا السيده رئيسه الحي ولا راه موفرين لنا، زعما كيحاولوا الجهد ديالهم انهم يوفروا لنا المسائل اللي خاصنا، ولكن باقي ناقصنا. الاكتظاظ هو اكبر زعما عائق اللي عندنا حنايا هنا. مثلا انا باغا نعس مثلا في 9 ولا في 10 ديال الليل، وحده اخرى بغات تنعس حتى لوحده، وحده بغات تفرج التلفزه، وحده ما بغاتش، وحده بغات تقرا قران، وحده بغات تصلي، وحده ما بغاتش. يعني صار الاكتظاظ درنا هذا المشكل هذا، لدرجه ان بعض المرات كانوا صداع، كانوا مشاجرات بين السجينات وداك الشيء، كيتسبب ان كيدخلوا الشيفان عندنا، وهذا يعني بسبب الاكتظاظ. يعني كندوروا بحال في حلقه مفرغه، نفس المشكل كيبقى يدور على ود الاكتظاظ. بنادم عنده 60 عام الفوق خصو يخلص غرامه ولا كفاله 66 70 عام. انا ما يقدر زعما يدخل هنا وما كيقدرش يتحرك، كاين اللي ابولا كتجي باقي ما لحقش للطواليت يدخل لك نسر والو. ولكن اسمح لي تا هو راه داير مثلا واحد جنايه ولا هذا اللي غيستحق. لا انا كنقول لك الا كان داكشي خفيف، عنده داكشي خفيف ما يكونش كاع اكتظاظ في الحبس. كان بحال دابا عنده داكشي خفيف يخلص ولا هذا ويمشي بحالو عنده وليداتو. باقي نحكموا عليا، باقي نخليه 8 شهور. هذه 82 عام زياد 36، وعندي المصران وعندي المعده مريض. وقتاش قالوا لك ما قالوا لي ما والو، خلوني هنا وصافي سكتوا عليا. واش كيقول لك؟ ما كيعيطوا عليك؟ مالو عيط عليا قضيه التحقيق نوبتي صافي وقطع معايا. شحال هذه ما عيطوا عليك؟ شي 4 شهور. هذا كون ضغط علينا حنا، كاين المشاكل كثيره ولا دابا المشكل بين 10 الناس ماشي بحال بين 30 ولا 40، كيكثروا المشاكل استاذ. بحال اش جميع انواع المسائل اقتصاديه نفسيه حتى المعاملات السلوكات، كيولوا المشاكل بين المعتقلين. وهذا انا 10 ديال الناس الا تخاصموا ولا كانوا كيتخاصموا ماشي بحال الا كانت 40 ولا 50. كاين المشاكل مثلا على لي طواليت، على المراحيض، يعني كانوا 40 واحد وكانوا جايين المراحيض تيوقعوا مشاكل بيناتنا. لا من قبل منك معنا هذه، لا كيوقعوا هذه المشاكل، كانوا يتخاصموا على مسائل تافهه، وهذا بسبب الاكتظاظ. زعما واحد الحاله ديما نفسانيا، هو سميتو الصاد والماكله كتاكل ماشي في خاطرك، ما كتنعش في خاطرك، ما كتهو سميتو كتمشي للطواليت. بالنسبه لي انا كيحرقني البول. كاين ناس هنا كبار كنشوفهم انا، هذا واقعيين، كنشوف كيمشي السيد هو سميتو كيمشي تيشد قرعه وكيدير هو سميتو ما بزاف. كاين اللي مريض بالقلب هنا، كاين السكر، كاين الطونسيون، كاين بزاف، كاين شي حالات. العينين بعدا هي اللي عرفتي ملي كتمشي للطواليت، واحد كيدخل الاخر كيخرج، الاخر كيدخل الاخر كيخرج. شوف عيوني ها اشاره، صار لي 45 يوم عيوني ما بقاش فيها مرض، ومشيت 3 مرات عند الطبيب. باك بلس 5 نقدر نخدم فاسيلمون في اي بلاصه. دابا انا توسخت وليت داخل السجن، اي واحد غنمشي عنده غيقول لك انت مجرم. وانا راه كنت تاجر، واحد الوقيته كنت بخدم الناس، واحد الوقيته انا كنت نخلص التيفيه ديالي، الواجبات ديالي الضريبيه كلشي، ما هادشي ما غفرش ليا، وليت داخل الحبس. دابا انا قيد الاحتياطي، تنفرش في الارض، تنعس انا الاخر، تنفيق انا الاول، الا بغيت نصليو تنحشم، خاصني نجمع مع الفجر، خاصنا نجمعوا. ماشي مجرمين حنا. ملي تمشي تتوقف قدام المحكمه وتقول انا راه عندي لوزين، راه كاين باقي اللي اكزيست، راه ماشي في الاوراق، راه باقي نمشيو نديونا، راه كاين. تيقول لك لا، فلوس خلص ولا هود. حنا قرينا، خدمنا بميرضي الله، عمرنا ما وقفنا على خدمه الدوله، مشينا قلبنا حنا المقاولات الصغرى، وبدينا الموارد البسيطه، ولكن جينا لقينا راسنا قدام الظروف ديالو، كل واحد ما تنعسوش. وواحد القضيه استاذ، هنا تقريبا غتلقى واحد ما يفوق واحد 15% ديال المساجين داخلين على المعامله التجاريه محضه، لا حتى حاجه من غير 15%. علاش 15% تتقتل الاقتصاد ديال البلاد. ملي تتحسب 15% بارابور العكاشه شحال فيها، راه تتقتل الاقتصاد ديال البلاد. حقاش حنا ماشي حنا صاحبين المقاوله، اصحاب مقاولات. النوبه ديال البياض
النوبه ديال البياص شد فيها من ناحيه الوسخ، من ناحيه القمل، من ناحيه التطبيب. كتمشي مريض كيعطيك جوج فانيدات كتسني عليه، وحقك من الحقوق ديالك. اول الواجبات راه هو التطبيب، ما كاينش تطبيب راه ما كاين حتى شي حاجه. باش تلاحظ الفرق باللي كاين